في اخر فيديو اتكلمنا عن شويه adverbs كده نطقهم كان صعب شويه زي particularly و regularly، وشويه adverbs كده نطقهم صعب شويتين، وكان من ضمن الحاجات دي ذكرنا especially و especially. النهارده هنعرف الفرق ما بين الكلمتين اللي شبه بعض جدا دول. اتقل معايا. ومساء الفل everybody، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا رجاله ويا بنات في فيديو جديد. انا قلت الفيديو اللي فات ان اللي هيدور على الفرق ما بين especially و especially ويكتبه لنا في كومنت، يعني هختار كومنتس كده بشكل عشوائي جدا واذكرها معايا في الفيديو ده. فحابب اشكر مريم رمضان، وحابب اشكر هنا جدا، وحابب اشكر يونكو برضو من يوتيوب، وحابب اشكر رو من يوتيوب، وحابب اشكر احمد جمال من فيسبوك، وكمان حسني محمد من فيسبوك. بشكر الناس دي كلها على تفاعلهم وعلى اجاباتهم الجميله، وفكره ان هم عملوا مجهود فاهمني ودوروا على حاجه. دي فكره الفيديو. فقلت خلاص نعمل فيديو بقى نقول الفرق ما بين especially و especially. اول حاجه بحب اتكلم عنها هي النطق بين الكلمتين. زي ما انت شايف كده اول كلمه بتبدا بحرف الاس، يعني اول صوت هيطلع منها اللي هو س، فهتبدا تقول specially specially. لو خدت بالك انا ما قلت specially، وده النطق السليم بتاع ان انت بتقوله specially special special specially specially لو هنختار لها ترجمه من افضل الترجمات ليها هتبقى خصيصا، يعني بشكل خاص. يعني مثلا حد عمل لك اكله مخصوصه ليك انت، رحت تتقدم لوحدك واهلها طبعا عازمينك على الغداء، فام العروسه عايزه تعمل لها ماركتنج، فهتقوم بصلك كده وفي وشها الضحكه دي وهتقول لك والله يا واد وملاك عليا حلفان، she made this food specially for you. ايه ان شاء الله يطمر. انت هتعديها عشان الجوازه، بس انت فهمت. فهي عايزه تقول لك ان الاكل ده اتعمل خصيصا ليك او بشكل مخصوص او بشكل خاص ليك انت. مثال تاني، راجع من الجيش مثلا في اجازتك ووالدتك عامله لك غدوه كده حلوه عشانك انت، فهتقول لاخواتك والله لو حد فيكم مد ايده على الاكل على الله it is specially made for احمد، it is specially made for احمد، يعني الاكل ده اتعمل خصيصا لاحمد. قشطه كده. نروح على الكلمه الثانيه اللي هي especially، وهنا خلي نطق حرف الاي اللي في البدايه واضح جدا عشان تعرف او تبين الفرق ما بين الاثنين. فمره ثانيه النطق الصح بتاع اللي هو especially، ودي معناها بالذات. يعني بنتكلم عن حاجات كتيره قوي وعايز تهايلايت حاجه فيهم او تحدد حاجه فيهم بالذات. يعني انت رحت اتقدمت خلاص وامها خلاص قالت لك she made this food specially for you، فانت بقى اكلت وعايز تقول كلمتين حلوين، فهتقوم باصص لحماتك كده I love the food especially طبق المحشي اللي هناك ده يا امي. مثال تاني، خلاص انتوا كلتوا بقى وقلتوا الكلمتين بتوعك وبعد كده قمتوا تشربوا الشاي بقى في الصالون، مع الجوازه لازم تمشوا ولازم نتكلم بقى، فهتروحوا وانتوا بتشربوا الشاي تتكلموا في تفاصيل الجوازه. ابوها بقى بيعز بنته جدا، بنته اللي انت عايز تتجوزها دي، فهيقول لك I love my kids especially البنت اللي انت عايز تتجوزها دي. I love my kids especially the girl you want to marry. يعني الراجل ده بيحب ولاده جدا، بالذات بنته دي اللي انت عايز تتجوزها. فيبقى كده فهمنا الفرق ما بين specially و especially. مرة أخيرة، specially معنى خصيصا أو بشكل خاص لما بنوصف حاجة اتعملت بشكل خاص لحد أو لسبب معين. وبالنسبة للكلمة التانية اللي هي especially واتفقنا هنبين فيها نطق حرف الإي، معناها بالذات إن أنت عندك كذا أوبشن وبتهايلايت حاجة منهم أو بتحدد حاجة فيهم إن هي بشكل خاص. أنا بقى عامل لك تيست صغنن كده عشان امتحنك، فهقول لك جملة وأنت اختار الإجابة المناسبة. The kitchen was designed for the newly married couple. The kitchen was designed for the newly married couple. يعني المطبخ ده اتعمل بشكل للعرسان الجداد. Specially ولا especially؟ Specially اتعمل خصيصا للعرسان الجداد. تاني جملة، he can't win the match. That he's sick today. مش هيقدر يكسب الماتش. هو عيان النهارده. especially هو مش هيقدر يكسب الماتش بالذات انه عيان النهارده، او خاصة انه عيان النهارده. ثالث واخر جملة، don't treat me. انا هنا عايز اقول لك ما تعاملنيش بشكل خاص. يعني تفتكر الاجابة هتبقى ايه؟ especially. هنا especially جايه بمعنى خصيصا او بشكل خاص. وعاش قوي يا سيدي الناس لو انت اخترت الاجابه الصحيحه، ولو انت ما اخترتش الاجابه الصحيحه حاول تعيد الفيديو من الاول او بدايه من الشرح علشان خاطر تراجع مره ثانيه. في حاله واحده بقى ممكن تستخدم فيها اي واحده من الكلمتين دول وهتيجي بنفس المعنى، دور عليها واكتبها لي في كومنت. لكن لو انت شخص لسه بتبتدي رحلتك مع الانجليش، ما انصحكش تتعمق قوي في التفاصيل الكتيره اللي انت مش محتاجها في الوقت الحالي دي، وكفايه قوي انك تعرف الفرق ما بين especially و especially. بشكر الناس اللي تفاعلوا معايا، وبشكر الناس اللي هيتفاعلوا معايا برضه في الكومنتس النهارده. ولو مش هتكتب لي امتى نقدر نستخدمهم الاثنين في نفس الحاله وبنفس المعنى، ممكن تكتب لي تقول ايه رايك في حكايه التست اللي عملناها النهارده دي. يا رب تكون اتبسطت معانا النهارده شويه. ثانك يو سو ماتش فور واتشنج. اشوفك ان شاء الله الفيديو جاي.